سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا على أساس الأب ديال بوكريشه اللي توفى، الله يوليه برحمته الإخوان، ونتمنوا الأهل ديالو الصبر والسلوان والله يرزقهم الصبر. وبالنسبة للإخوان هذا الموضوع هذا اللي أكيد أننا غادي نهضروا فيه، اللي كما كتعرفوا أنه كاينين أغلبية القنوات هضروا في هذا الموضوع هذا، وأكيد أنه أغلب القنوات عزاو على أساس هذا الإنسان هذا اللي مات، وكنقولوا بلي انه هذا الانسان اللي مات اكيد انه هو ما كيعرفش شنو كيوقع حاليا دابا. الاخوان كل واحد كيقول القيل والقال، واكيد انه شحال من واحد كيقول بعض الامور اولا بعض المعطيات اللي صراحه كنقولوا مع دماغنا واش فعلا فريمون كاينه هذه الهضره ولا ما كايناش. كتختلف الاراء، كل واحد وكيفاش كيخرج، وكل واحد وكيفاش كيوصف، وكل واحد وكيفاش كيروي لنا الحدث كيفاش وقع لذاك السيد. واكيد انه هنا اكتشفنا انه بعض القنوات كيقولوا شي امور خطيره، واكتشفنا عاوتاني ان الناس اللي هما المعنيين بالامر اللي هما الابنه ديال بوكريشه وبالنسبه للبنه وبالنسبه لهاد الاشخاص والاخ ديال بوكريشه وهذا الشيء كامل اللي كانوا حاضرين اصلا، اكيد انهم حتى هما كيرويو لنا شي امور اللي هي مختلفه. وهنا غادي نناقشوا الاخوان هاد الامور هذه، واكيد ان غادي نناقشوا بعين الاعتبار هاد الامور اللي كتراوج دابا حاليا في اليوتيوب، واكيد انه اي هضره تقالت غادي نناقشوها ان شاء الله في هذا الفيديو. فقبل ما ندخلوا في الموضوع، الا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تنساش تهبط لتحت وتورك على زر الاشتراك وتفعل ميزان زر الجرس باش يجيكم جديد، وما تنساوناش الاخوان ديروا لايك الفيديو وواحد تعليق يكون تحفيز، وما تنساوناش البارطاج ديالكم، بارطاجيو لنا هذا الفيديو ديال الاوسع نطاق ممكن باش نوصلوا كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. والان الاخوان على بركه الله ونبداو في صلب الموضوع. كما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو غادي نهضروا على المرحوم. بالنسبه لهذه القضيه ديال المرحوم راكم عارفين بزاف ديال القنوات اللي ديجا كانوا كيهضروا على اساس واحد القضيه ديال سعاد راكم عارفينها المرحومه. فاكيد انه هاد الاشخاص هادو بداو عاوتاني كيديروا واحد الطريقه ولا واحد السلسله اللي باغي باش انهم عاوتاني يشدوا فيها، ولكن حنا ما غاديش نمشيو بعاد وما غاديش نهضروا على امور اللي هي في شكل، حنا غادي نهضروا بكل وضوح على اساس داكشي اللي كاين في اليوتيوب، الحقائق دابا اللي كتدور دابا حاليا. بعض الناس كيقولوا اولا بعض الاشخاص اللي طلعوا في اللايف ديال عند بعض القنوات اللي بدون ذيك الاسماء، طلعوا اللايف ديالهم اللي هما كيقولوا بلي انهم هما الجيران ديالهم اولا الجاره ديالهم، بحال هذه المقوله هذه انه هي الجاره ديالهم، وكانت عارفه شنو واقع، وكانت عارفه الاحداث اللي كانت واقعه، وكانت عارفه بزاف ديال المعطيات، وقالت بالحرف بلي انه ذاك الانسان الطريقه باش توفى ماشي كانت الطريقه اللي هي عاديه، السيد بحال قلتوا انه حتى شي واحد ما كان في جنبه. هذا الشيء اللي صرحت به هذيك الانسانه، وهذه هي الهضره اللي كانت كتقولها، كتقول باللي انه ذاك الانسان كان بوحده، كان في المنزل بوحده وخرج لبرا، واكيد في برا فاش توفى. ولكن حنا اللي خاصكم تعرفوا الاخوان من بعد عاوتاني اكتشفنا بلي ان الناس المعنيه بالامر او الناس اللي اصلا هو من عائلته او لا اولاده او لا نسابه او لا اي واحد كما كنهضروا بهذه الطريقه هذه، انهم قالوا ان ذاك الانسان توفى هو في جنبه العائله ديالو، توفى في الجنب ديال العائله ديالو، كان مريح مع العائله ديالو وتوفى، كانوا كيشوفوا فيه وكانوا كيشوفوا في سكرات الموت داك الشيء، وهذا الشيء اللي كانوا كيرويوه هما هذا الشيء اللي قالوا لنا. ولكن الحقيقه حتى شي واحد ما عرفها، حتى شي واحد ما عرف الحقيقه بالضبط الا الناس اللي كانوا تمايا او الجيران كما كنقولوا اللي كانوا حاضرين تما، هما اللي عارفين شنو واقع، وحتى هما ما عارفينش بعض التفاصيل. ما غاديش نحكموا ونقولوا حق لا هذاك الانسان خلاو او لا هما مشاو باش انهم يديروا داكشي اللي باغيين باش ينشطوا ويرتحوا ما عرفت شنو، وخلاو داك الانسان بوحده في المنزل باش انهم هما يلقاو راحتهم. ولكن اللي خاصكم تعرفوا الاخوان ان بالنسبه لذاك الانسان او المرحوم اكيد انه ما كانش قادر باش انه يطلع بالدروج، داك السيد عنده مشكل، السيد راه مريض اصلا وهو كيتعاطى الادويه وكان كيتعاطى بزاف ديال الامور. الا لاحظتوا الاخوان في الخرجات ديالو فاش كانوا الناس كيخرجوا كيهضروا على الابن ديالو ولا كيخرجوا في شي موضوع ولا كيهضروا على الزوجه ديالو، بكثرة ما هما كيهضروا على اساس الزوجه ديالو، خرج باغي يدافع، رغم انه هو مريض خرج دافع عليها، وخرج وقال بلي انه شحال ديال الامور بزاف ديال الامور كان كيوضحها. ولكن الطريقه باش كان كيسرد لنا الاحداث ولا الطريقه باش كان كيهضر، السيد عنده ضيق في التنفس وعنده بزاف ديال الامور اولا عنده بزاف ديال الحوايج اللي اصلا هو مريض بهم، ولكن ما صرحوش بها. حنا اللي كنعرفوا فقط بلي انه هو عنده ضيق في التنفس، وكيكون عنده صعيب باش انه يخرج الهضره او لا يستمر في الهضره لواحد المده اللي هي طويله. هو فاش كيستمر في الهضره بزاف اكيد كيوقعوا ليه بزاف ديال المشاكل، هو كيوقع ليه الضيق في التنفس وما كيقدرش انه يتكلم ويهضر واحد المده اللي هي طويله. واكيد انه كاين امور اخرى
اللي مازال يعني كيعاني هذا الانسان هذا، ولكن ما صرحوش بها. حنا كنهضروا فقط على اساس داك الشيء اللي كاين وكنشوفوه يعني بأم اعيننا. ورغم ذلك يعني كيخرجوا في الفيديو كان كيهضر وكيخرجوا هما واش هما اللي كيبزوا عليه ولا هو الخاطرو. يعني داك الشيء حنا ما عارفينوش لاننا ما كناش حاضرين يعني النقاشات ديالهم، ولكن كان كيخرج وكان كيهضر شويه وبدا كيحرحر، لدرجه ان الناس سماو عليه ولا بعض الاشخاص يعني سماو عليه المحرحر. قالوا لي سير بحالك، سير ريح، سير خلي عليك هذا الشيء، اش بغيتو داك السيد عطيوه باتساع. ولكن يعني ماشي هذه هي الهضره الحقيقيه، انه هو يعني ما باغيش يصور معاهم او لا هو اللي عاطيهم باتساع، لا، هو يعني كيشوف البلاصه اللي فيها الراحه ديالو. يعني السيد يعني راه مع داك الرابو، كما كتعرفوا الرابو انه كيكون ديما عند الناس اللي عندهم ضيقه في التنفس، يعني في اي لحظه راه ممكن انه يتخنق، اي لحظه انه ممكن انه توقع عليه بزاف ديال الامور، وكيخاصو ضروري شي واحد يكون حداه يكون في جنبه يقابله. ولكن واش هما داروا هذا الفعل هذا؟ واش فعلا كانت يعني الزوجه ديالو يعني في الجانب ديالو في ديك الفتره فاش كان هو في سكرات الموت؟ واش فعلا كانوا حاضرين هما في ديك اللحظه فاش هو كان في سكرات الموت؟ يعني هذا الامر هذا اللي حنا بينا نعرفوه. ولكن كما كنقولوا انه كثير القيل والقال. يعني شحال من واحد كيخرج كيقول لك اودي هذوك الناس راه ما كانوش حاضرين في ديك الوقيته، هذوك الناس هملوا داك السيد، هذوك الناس داروا وفعلوا وتركوا. يعني حتى شي واحد ما عرفش الحقيقه، باش نكونوا واضحين، حتى شي واحد ما عرفش الحقيقه. وبالنسبه لهذوك الاشخاص نيت اللي هما العائله ديالو بالضبط، راه ما يمكنش انهم يخرجوا ويقول لكم حق راه كنا حنا في واحد البلاصه وحتى شي واحد ما داها فيه. ونزيدكم عاوتاني الاخوان، يعني بالنسبه لمول الحانوت حتى هو اللي كان قريب للمنزل ديالهم او الناس اللي كانوا كيعرفوهم او الناس اللي هما قرابين لهم او الجيران، يعني قال لك في ديك اللحظه فاش لقاو هذا الانسان هذا كيقولوا بانه راه كان يعني توفى يعني في الشارع، قال لك فاش لقاوه يعني متوفي باغيين باش انهم يتصلوا لشي واحد من الافراد العائله ديالو. وفاش كيتصلوا كيلقاو التليفونات ديالهم يعني ما خدامينش، يا ما خدام يا طافي يا شي حاجه، المهم ما كيجاوبوش. يعني لا مده عاد انهم جاو حضروا، يعني حتى وصلتهم الخبار بواحد الطريقه اخرى عاد انهم جاو حضروا وشافوا شنو واقع ووقعت الواقعه كما كنقولوا. واكيد انه السيد يعني توفى، يعني المرحوم توفى. ولكن كما قلت لكم يعني بزاف ديال الامور اللي صراحه كيخرجوا بها وما كيقولوهاش بواحد الطريقه مختلفه، يعني كل واحد وكيفاش كيسردها. واكيد انه بالنسبه للحقيقه ديال هذا الامر هذا كما قلت لكم حتى شي واحد ما غاديش يعرفها، حتى شي واحد ما غاديش يعرف يعني الكواليس كيفاش كانت، او حتى شي واحد ما كانش غادي يعرف يعني شنو واقع لهذا الانسان هذا بالضبط، يعني شنو هو السبب، لدرجه ان بعض الناس كيتهموا هذه الاسره هذه ولا كيتهموا ديك الاسره كلها بانه راه كاين شي واحد وراء هذا الجرم هذا. ونساو بان السيد راه اصلا كان مريض، واصلا السيد يعني في الفراش ديال الموت، يعني السيد راه غير كيتسلك، السيد راه غير كيسلك مع الوقت، غير كيسلك مع الوقت. ولكن دابا لدرجه ان هاد الاشخاص دابا خرجوا كيقولوا هاد الهضره هذه، اكيد عاوتاني كاينين ناس اخرين اللي هما ضدهم كيخرجوا كيقولوا بانهم نتوما هما السبب، لانه نتوما كتخرجوا كتقولوا الخرجات ديالكم وكتقولوا هاد الامور هذه وكتقولوا شي كلام على الاولاد ديالو، كتقولوا شي كلام على الحفايد ديالو، كتقولوا شي كلام اللي ما يقدرش هو يصبر لذاك الهضره اللي كتقولوها وجاتو الصدمه وداك الشيء علاش انه توفى. هادشي كامل والناس اللي كيقول عاوتاني خرجت ليه كشوشه من الفم ديالو. يعني هذا الامر هذا ما كناش حاضرين، ما كناش حاضرين باش نكونوا واقعيين الاخوان. الناس اللي كيقولوا ولا الناس اللي كيصدقوا راه ما يمكنش انك تصدق على الحاجه وانت اصلا ما حاضرش ليها. يعني انك انت خاصك تقلب وتبحث على واحد المعلومه وتعرف بان داك الانسان راه مات واكيد انه هو توفى. يعني ما كاينلاش اننا نزيدوا نضخموا في هذا الامر هذا. يعني السيد نخليوه يرتاح في قبره، واكيد ان الناس اللي كيهضروا فيه بحال هذه الطريقه هذه راه السيد ما كيرتاحش في القبر ديالو، باش نكونوا واضحين. ونتمنوا انه يغفر لي الله تعالى من الذنوب ديالو، ونتمنوا انه هاد الاشخاص هادو حتى هما اللي كيهضروا بهذه الطريقه هذه ما بقاوش يخرجوا بهذه الهضره هذه ولا يخرجوا بهذه الاقوال هادو، لانهم حتى هما راه كيأثروا في العائله ديالو وكيأثروا بالناس اللي قرابين ليه. داكشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو هذا. نتمنى انه من الاعجاب ديالكم، ولا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل ميزه زر الجرس باش يجيك كل جديد. وما تنساوناش الاخوان ديروا لايك الفيديو وواحد التعليق يكون تحفيزي، وما تنساوناش من البارطاج ديالكم، بارطاجيو لنا هذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. شكرا على المتابعه والى اللقاء.